اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. وزي ما عودتكم على البرفانات المطرقعه، النهارده جاي لكم ببرفان. يعني انا بعتبره فعلا المعنى الحرفي زي ما على اسمه، يعني هو اسم على مسمى. لافي ايبل. لافي ايبل من البرفانات اللي حققت المعادله الصعبه في الأمزجة بتاعتنا. الناس اللي بتحب الفروتي والناس اللي بتحب الفلوري والناس اللي بتحب الشجري. البرفان ده فعلا حقق المعادلة الصعبة يا جماعة. إصداراته تجنن. إصداراته يعني حرفيا تتاكل من حلاوتها، فوحان وثبات مش طبيعي. النهاردة هكلمكم على كذا إصدار من لافي إيبل. مشكلة بقى ان انا لما بحب لاين معين انا بحب الم شمل العيله، بحب اجمع العيله كده يا جماعه. فانا هكلمكم النهارده على الثلاث اديشنات دول من لافي ايبل الحياه حلوه. بس انا هبدا من الحاجات القديمه اللي انا اول حاجه انا جبتها في اصدارات لافي ايبل. انا هكلمكم على لافي ايبل الانتنس. بصوا بقى يا جماعه، لافي ايبل الانتنس دي تقيله. خلينا نبعد شوية عن مقولة حققنا المعادلة الصعبة للناس اللي ما بتحبش الحاجات التقيلة. الانتنس لازم تشموها الأول، لأنها بس هي من تقلها يعني، من حلاوتها تقيلة. انتوا عارفين غالبا يعني كل عروسة بتتجوز دلوقتي من غير تفكير بتدور على أي إصدار من لافي إيبل، وبتدور كمان على الإصدار اللي هو يقعد معاها طول الفرح، وغالبا بيختاروا الأنتنس النهاردة. بس أنا هحكم بقى وأقول لكم تختاروا إيه بعد ما أقول لكم على الثلاث إصدارات. خليني الأول أبدأ باللافي إيبل الأنتنس. طبعا الأنتنس دي يا جماعة أنا شايفة إنها قنبلة، يعني قنبلة موقوتة من الفروتس المسكرة. يعني أنا بشمها كده، أنا مناخيري جاية فيها الفروتس المسكرة الفجة، غنية جدا جدا جدا. وده اللي مخليها شوية مكتسحة. كل انتوا عارفين انتوا برفانات سي وسيل بينك اللي هي توقف اصدارها عشان خاطر من حلاوتها وعليها سحب مش طبيعي، فوقفوا السيل بينك دي عشان خاطر بقية الاصدارات تتباع وكده. اهو دي برضو انا حاسة ان هي غالبا من كتر ما هي مجمعة نوتس جبارة، انا حسيت انها يعني غنية كده حاجة. يعني انا هقول لكم بقى النوتة التفصيلية بتاعتها عشان خاطر برضو للناس اللي هي لسه مش مجربتش اي اصدار من لافي ايبل. فانا هقول لكم طبعا انا زي ما قلت لكم هي قنبلة فروتس حلوة، سويتي. غالبا برضو الفانيليا والجوز والفروتس نفسها، الفاكهة المسكرة النوتة الحلوة دي فيها اللي عملت الشغل الجبار ده يا جماعة. برضو من الحاجات اللي عجبتني قوي فيها يعني ان هي برضو ما نسيناش فيها شوية الحمضيات الخفيفة دي اللي هي برضو مفتحة شوية او مش مفتحة، عايزة اقولها لكم ازاي. بتظهر حلاوة السويتس اللي في نوتة لافي ايبل الانتنس، فمخليها ممكن يكون ده برضو اللي مزودها فوحان، اللي برضو مديها شوية الثبات الحلو ده. فأنا شايفة إن اللافي ايبل الانتنس ان هي يا جماعه جباره 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 جباره. بس بقى لكم ان تتخيلوا، ما انا بقول على اللافي ايبل الانتنس جباره، فلما هخش على الانتنسمنت انا هقول ايه. بص، عشان برضو تفرقوا بين الاتنين. الانتنس لو تاخدوا بالكم الشريطة بتاعتها دي بتبقى فيها زي فضي كده من هنا، تمام. وبرضو لون البرفان نفسه بيفرق من هنا. هنا بقى الانتنسمنت دي بقى، عارفين انتوا
اسمه ايه، انا هطلع لكم اسمه، الفلفل الوردي والتوت. الفروتس بقى اللي هنا بقى دي فظيعة جبارة. يعني بصوا، مش معنى ان انا بقول ان ده فروتي يبقى التاني هيبقى برضو فروتي، يبقى كل اللي هنا فروتي بقى مانجا وعنب والكلام دوت. لا مش كده خالص بقى. الفروتس اللي هنا فظيعة. هنا برضو العنبر عامل شغل بقى معاها. انا من فترة كده قريبة أم، شفت اللي هو خشب العنبر دوت، اللي هم بيطلعوا منه العنبر لنوتة البرفانات. وطبعا انتوا دي غنية عن التعريف يعني. فبيخش كده زي ما يكون قنبلة موقوتة بتنفجر في كل مكونات البرفان، بتعمل احساس البوم، بيبقى عالي قوي وبيبقى خطير. فلكوا بقى ان تتخيلوا ايه، عنبر مع الفروتس الجبارة اللي هنا، اللي هو توت العليق والايه بقى عايزه اقول لكم، ال والفلفل الوردي ده انا بحسه قريب كده من ريحه الرمان يا جماعه. فظيع 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 يعني. آم، برضو فيها شويه حمضيات، فيها فانيليا، فيها الباتشولي اللي هو يعني بيعمل عمايل ويسوي لوايل. اللي هو فظيع فظيع فظيع. طبعا عشان ما اطولش عليكم، لافي بيل الانتنسمنت، انا اسفه، الانتنس اهي، احنا قلنا دي الانتنس ودي الانتنسمنت اللي هي ام شريطه بامبي والحياه بامبي. وعشان خاطر تفرقوا بينها وبين ده، ان هي الفروتس هنا فيها التوت العليق والفلفل الوردي. هنا برضو فيها فروتس وكل حاجه، بس هنا الكريمه متغلبه عليها شويه. فاحنا كده اتكلمنا عن لافي بيل الانتنس، واتكلمنا على الانتنسمنت. تمام. تعالوا بقى للي خطفت روحي وخطفت قلبي، مش ممكن، ولا انا قاعده مستنيها بقالي كتير، اللافي ايبل الوي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى، نركن الحاجات الجباره اللي احنا قلنا عليها دي، مش بقلل منها خالص. الاتنين دول مش بقلل منهم خالص. الانتنس والانتنسمنت، بس شوفوا انا قلت عليها ايه، قلت عليهم جبارين وفظاع وحاجه واو يعني. وحاجه انتوا عارفين احساس الهوبا بتاع ماجدة كده في فيلم اما دايما تقول مندوه وشغل استكواكه السهوكه ده يا جماعه، هو بقى احساس السهوكه الجبار الفظيع دوت. لا ده تخطاه، ده تخطاه بقى بمراحل في اللافي ايبل الوي. انتوا عارفين بقى كده، مش هشبهها بقى بماجدة ومندوه والكلام ده يا جماعه، انا هشبهها بقى بايه، كاننا كده في فرح، داخلين في بوفيه فرح فخم جدا، واخدين الطبق بتاعنا وعمالين نلف وناخد كل ما هو لذ وطاب من البوفيه الفخم دوت. بالظبط نفس الفكرة في ان لافي ايبيل الانتنس اخدت بقى كل حلاوة اصدارات لافي ايبيل اللي قبل كده، الانتنس والانتنسمنت. يعني ايه خدت حلاوتها بقى؟ الويدي بقى يا جماعة اخف من الانتنس، لان انا قلت لكم برضو الانتنس مش اي حد هيتقبلها عشان هي تقيلة. فهي اخف من الانتنس واهدى شويه من الانتنسمنت. احساس الفروتس هنا خطير، مع ورد، مع برضو حمضيات، مع الباتشولي اللي هو زي ما قلت لكم بيعمل عمايل ويسوي لوايل. فالاديشن ده بقى من لافي ايبل فوق الوصف، فوق الخيال، حلو قوي قوي قوي. طبعا قلت لكم هقول لكم في اخر الفيديو ايه اللي يناسب العرايس، لان غالبا معظم العرايس بيحبوا قوي لو في ايبل عشان خاطر فوحانها وثباتها، وهي فعلا فوحانها وثباتها جبارين حلوين جدا. وبعدين بقى بيدوكوا احساس كده لا مش ممكن، احساس يعني يا ارض تهدم عليكي قدي. فعلا فظيع فظيع فظيع. وطبعا انا برشحه جدا جدا جدا، خصوصا اصدار لافي ايبل الوي. طبعا انا برضو ما اقدرش استغنى عن لم شمل العيله الكريمه.
عيلة لافي ايفيل من لانكوم. وطبعا فيهم برضو المفضل لقلبي الانتنس، عشان حتة الكريمة اللي بتبقى فيها دي بتجنني، زي نفس احساس كده البينك شوجر اللي انا قلت لكم عليه. فغالبا انا لميت شمل العيلة، ولسه برضو في اصدارات تانية لوي بتجنني حرفيا. فان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد، ويا رب اجيب الاصدار الجديد قريب عشان اجي اقول لكم انه الاحلى، واعمل لكم المقارنه بين العيله الكريمه دي. واقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.